تعالوا نعمل مع بعض النهاردة كريب المطاعم بشوية دقيق وشوية مية. أنا مش عارفة بصراحة ليه بيتباع الواحد ب40 ريال، غالي جدا ومبالغ في ثمنه بصراحة. أنا هنا معايا صدور من الدجاج، غسلتها كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده بالطحينة وبالملح، وبعد كده صفيتها بالشكل ده. هبدأ إن أنا أقطع. أول حاجة هنعملها مع بعض الستريبس. هنعمل مع بعض النهاردة كريبات ستريبس وكريبات شاورما. بقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اللي هي تكون لا سميكة قوي ولا رفيعة قوي، تقطيع وسط كده. خلاص بالطول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده الحجم ده كده كويس خلاص. بقطعها بقى، بقطع كل الكمية اللي معايا بالطريقة دي. وبعد كده بركنهم على جنب عشان نعمل مع بعض برضو. هوريكم التقطيعة بتاعة الشاورما. احنا كده جهزنا بتاعة الستريبس، نجهز مع بعض الشاورما. بقطعها تكون سمكها رفيع بالشكل ده كده، وحجمها صغير زي ما وريتكم كده بالظبط. نحاول ان احنا نصغرها على قد ما نقدر. شايفين انا بعملها شرايح رفيعة، وبعد كده بقسم كل شريحة لاتنين. نجهز مع بعض دلوقتي اول حاجة التتبيلة بتاعة الشاورما. معايا هنا شوية من الزبادي كده، حوالي معلقتين ثلاثة من الزبادي او علبة من الزبادي. وكمان اخدت الميه اللي في العلبه بتاعتها. خلاص. احط عليها بقى التوابل بتاعتي. انا عندي هنا التوابل بتاعت الشاورما دي، انا بجيبها من مصر بالكيلو. فخدت منها معلقتين كبار وحطيت عليهم شويه من الملح، وكمان شويه من الفلفل الاسود، ورشه من جوز الطيب. رشه الجوز الطيب دي بتديها ريحه حلوه جدا وطعم حلو. تقدر تستغني عنها لو مش حابه. هعمل عليها كمان عصير ليمونتين بالشكل ده كده. عصير ليمونتين متوسطين، ما يكونش ليمون كبير. لو ليمون كبير حط ليمونه واحده. خلاص. عصرت الليمون بتاعي كده. وهبدأ دلوقتي ان انا اضيف المية اللي هندوب بيها الخليط بتاعنا ده كده بالتدريج. انا مش عايزة القوام يكون خفيف قوي، انا عايزاه يكون قوامه وسط زي ما هوريهولك دلوقتي كده، عشان يمسك على الشاورما بتاعتي ويدينا طعم حلو. دوبت كل ده مع بعض بالشكل ده كده. وطبعا زي ما انتم عارفين لازم نكون الفراخ بتاعتنا متقطعة كويس، وكمان متصفية ما يكونش فيها مية خالص. هنا انا خلصت دوبتهم مع بعض. ضفت كمان حوالي ربع كوبايه صغيره كده من الزيت. وقلبت كل الخليط ده مع بعضه كده، بقى عندي احلى تتبيله للشاورما. تتبيله الشاورما دي يا جماعه حلوه جدا. تقدروا تجيبوا التوابل من عند العطار، هاتوها بالكيلو كده. هاتوا على قد ما هتستخدموا. وبحطها في التلاجة عندي لوقت الاستخدام. مش عندك يعني مش بتتباع عندك في العطار زي عندي في السعودية كده، أنا بجيبها من مصر. ممكن تجيبي الأكياس اللي هي الجاهزة، اللي هي بتاعة تتبيلة الشاورما، بتنقل الشاورما في حتة تانية خالص. لو مش عندك تقدري تستغني عنها بقى وتحطي مكانها بصل باودر وتوم باودر وشطة وفلفل أسود، وكل التوابل اللي انتوا عارفينها دي. انا هنجهز دلوقتي مع بعض الستريبس. حطيت شويه من الدقيق وعليهم بصل باودر وتوم باودر، وكمان ملح وفلفل اسود وشطه، وشويه صغيرين من شويه صغيرين من البيكنج باودر عشان تديها هشاشه كده. وكمان معلقه من النشا. وحطيت شويه صغيرين كمان من لون الزعفران. هحط معاهم كمان بضايه بالشكل ده كده. وهبدأ ان انا ادوب كل الخليط ده مع بعض، وانا بضيف الميه بالتدريج. خلاص يبقى كده. دي كده العجينه اللي هنحط فيها الفراخ بتاعه الشاورما، بتاعه سوري بتاعه الستريبس. حطيت دقيق وعليه ملح وفلفل وبصل باودر وتوم باودر وشطه، وشويه صغيرين من البيكنج باودر، ومعلقه من النشا، وشويه من لون الزعفران. ودي كده كل الحاجات اللي بنستخدمها. هنا انا دقت الملح لقيته ناقص شويه، فزودت الملح بتاعي وظبطته. خلاص. هنا كمان الاستريبس بتاعنا بناخده كده نختبره. بننزل واحدة كده ونطلعها، لو لقينا ان القوام بتاع السائل ده ماسك عليها كويس يبقى كده مظبوط. لقيناه خفيف هنزود شوية من الدقيق عشان احنا عايزينه يكون ماسك عليها، عشان لما نحط عليها الدقيق يعمل لنا كفر متماسك كده وكفر حلو. احط بقى كل الفراخ بتاعتي واقلبها كويس، وبعد كده تبقى جاهزة معايا. تقدري ان انت تغطيها كده وتسيبيها من قبلها بيوم. لو انت مش مستعجله يبقى احسن، وهتاخد من التتبيله اكتر. هتعمليها في نفس اليوم زي كده. خلاص هتركنيهم على جنب كده، انت تبلتيهم اركنيهم على جنب على ما تخلصي باقي الحاجات اللي هتعمليها. حطيت هنا شويه من الدقيق زي ما انتم شايفين كده. حطيت عليهم معلقتين كبار من النشا. ممكن كمان تزودي النشا لو عايزه القرمشه بتاعتها تكون قويه قوي. حطيت شويه من الملح وشويه من البصل البودر والثوم البودر زي ما انتم شايفين. وبعد كده هنضيف كمان شويه من الشطه اختياري، وشويه من الفلفل الاسود. واحط عليهم كمان لون الزعفران عشان يدينا لون اصفر حلو كده للستريبس. وحطيت عليهم ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر عشان يدينا قوام هش كده
للطبقة الخارجية لما بنحط لها شوية من البيكنج باودر بتدينا قوام هش كده في البق وبتخليها مخرفشة شوية. هقلب كل ده مع بعض ونركنهم على جنب. هنا بقى نجهز مع بعض العجينة بتاعة الكريب. هنحط كيلو من الدقيق، عمل لي حوالي 5 كوبايات ونص أو 6 كوبايات لأن الكوباية بتاعتي بتبقى مليانة. المهم إن كل كوباية من الدقيق قدامها كوباية من السوائل، سواء هتحطي خليط بين اللبن والمية أو تعمليها بمية بس زي ما أنا عملت كده. حطيت الدقيق بتاعنا، نبدأ نحط. أنا هنا كنت بعاير لكم بالكوباية عشان أقول لكم إن كل كوباية هنحط قدامها كوباية من السوائل. كل كوباية دقيق قدامها كوباية من السوائل. تمام كده. حطيت الدقيق وحطيت المية. هنضيف بقى عليهم دلوقتي كمان بيضة، وتقدري تستغني عنها لو مش متوفرة، بس لو متوفرة هتديكي قوام حلو. حطيت شوية من الملح وشوية من الفلفل الأسود، وهبدأ إن أنا أضربهم مع بعض كويس جدا سواء بالخلاط أو بالمضرب اليدوي أو بالهاند بلندر المتوفر عندك. المهم إن أنت في الآخر بعد ما هتضربيهم كويس جدا تصفيهم عشان تتأكدي إن مفيش فيها أي تكتلات خالص، ويبقى القوام بتاعك ناعم وكريمي ويتفرد معاكي بكل سهولة. هسيبها تسرح بقى كده 10 دقايق، وبعد كده نبدأ إن احنا نوزعها بالشكل ده. باخد شويه وببدا ان انا افردهم كده بالعصايه اللي معايا دي، او تقدري ان انت تمسكي الصينيه وتميليها لحد ما تتفرد معاكي. اول ما بتمسك ببدا ان انا اطلعها من الجنب زي ما انتوا شفتوا كده وبقلبها بالشكل ده على طول. خلاص كده هو استوى معايا، بطلعه على فوطه واسيبه واغطيه عشان ما ينشفش معايا. هنا بعمل كمان واحده بالشكل ده كده. اول ما بتمسك من الجنب برضو بقلبها، والاول ما بتاخد تشويحه بسيطه بطلعها. نجهز مع بعض بقى دلوقتي الشاورما. حطيت شوية من الزيت وعليهم نزلت بالخلطة بتاعة الشاورما اللي احنا عملناها، وهبدأ ان انا اسيبها كده لحد ما تتشرب كل الصوص بتاعها. وهنزل عليها بشوية من الفلفل الاسود واديها تقليبة. اول ما تنشف معايا كده الزبادي اللي فيها ببدأ ان انا انزل عليها بالخضار اللي انا مقطعاه، اللي هو عبارة عن بصل وفلفل وطماطم. بنزل عليهم كده وبعد كده بسيبها لحد ما البصل والطماطم والفلفل دول يدوبوا تماما. بهدي عليها النار وبسيبها على جنب لحد ما يدوبوا خالص. نركنهم على جنب ونكمل مع بعض دلوقتي الستريبس. هنا الخلطة اللي احنا جهزناها مع بعض ببدأ ان انا اطلع الستريبس بالشكل ده كده، وابدأ ان انا اقلبه كويس جدا في الدقيق اللي احنا عملناه بالتوابل. بقلبه كويس وبرفعه وبفضل ان انا انفضها كده عشان تعمل التعرجات اللي هي بتاعة الستريبس اللي انتوا عارفينها دي. شايفين؟ بفضل ان انا انفضها كده بايدي لحد ما تعمل التعرجات دي. الكمية اللي بعملها هي اللي هقليها، يعني ما ينفعش اعمل كل الكمية مرة واحدة واسيبها، لان هتلاقي ان الكفر ده اللي في الاخر ده عجن وبقى مرطب ومش هيديكي القرمشة اللي انت هتشوفيها. فلازم اللي هنحطهم في الزيت هم بس اللي نحطهم في الدقيق. يعني اطلع من الدقيق على طول انزل في الزيت بالشكل ده كده. ما بتاخدش تسوية خالص، يعني ما بتاخدش وقت في التسوية، مجرد ما بتاخد لون ذهبي وتنشف كده بقوم مقلباها على طول ومطلعاها بالشكل ده كده. الشاورما بتاعتنا كانت استوت زي ما انا وريتها لكم خلاص وطفيت عليها. وهنا كمان الستريبس بتاعنا اتحمر بالشكل ده كده. بحمر كل الكمية بقى اللي انا هستخدمها في الكريبات، وببدأ ان انا اطلعها. هنا بقى احط كمان طاسة تانية تتحمر على ما نجهز الكريبات بتاعتنا. هنا ما شاء الله الكمية بتاعة الكريب ما شاء الله كمية كبيرة جدا. هنا بس هو لازق في بعضه عشان انا بشتغل بايد واحدة وكنت بصور بالايد التانية. هنا الستريبس جاهز والشاورما وكمان الجبن اللي هنحطها وكاتشب ومايونيز. وكمان قليت شوية من البطاطس. العجينة ممتازة جدا بتاعة الكريب بتاعنا، مظبوطة جدا جدا زي ما انتم شايفين كده، بتتطبق وتتفرد بكل سهولة. باخد بقى معلقة من المايونيز عليها شوية من الكاتشب بالشكل ده. نحط شوية من الجبن وده اختياري، تقدري تستغني عنها لو مش متوفرة. ناخد معلقتين من الشاورما، حمرت شويه من البطاطس. احنا عايزين نعمل كريبات زي اللي بنشتريها من بره بالظبط. عايزه اقول لكم والله ان اوفر كتير جدا من اللي بنشتريها من بره. يعني اما نجيب الكريب من بره الواحد ب 30 ريال مثلا او ب 40 ريال على حسب الحشوه بتاعته، وهو اصلا بيتعمل بشويه من الدقيق. انا عايزه اقول لكم ان كيس الدجاج اللي انا استخدمته ده، كيس الصدور كله على بعضه ب 35 ريال. يعني هو ما كملش حق سندوتش واحد من اللي احنا عملناهم. عمل لي كميه سندوتشات كبيره جدا، وطبعا نضيف وحاطه فيه حشوات اللي انا عايزاها بالكميات اللي انا عايزاها. حاجه حلوه جدا جدا. شايفين الطريقه اللي بنقفله بيها؟ بجهزه كله بقى بالشكل ده كده. وبعد كده باخده على طاسه على النار او على صينيه بحط فيها شويه من الزيت،
وببدأ إن أنا أرصهم بالشكل ده كده على الناحية المفتوحة، الناحية اللي هي المتطبقة المفتوحة دي هي اللي بتبقى تحت الأول، وبعد ما بيتقفل معايا كويس بقوم قلبها على الناحية التانية. برص بقى كل الكمية اللي هناكلها في وقتها. يعني أنا مثلا لو حتى لو أنا لفيته كله ما بحمرش غير على قد الكمية اللي هناكلها، والباقي بسيبه في التلاجة ملفوف جاهز. وقت اللي بيحب ياكل، يعني اللي عايز ياكل منه، بقوم مطلعه محمراه في ثواني بالشكل ده كده، بيدينا نتيجة ممتازة جدا جدا. اول ما بياخد لون ذهبي كده بفضل ان انا اقلبه، وكده بيبقى جاهز معايا. ياخد لون ذهبي من الناحيتين، ما بياخدش وقت خالص على النار، وانت واقفه قدامه كده على طول في ثواني هتحمريه وتطلعيه يكون جاهز معاكي. هنا بعد ما اخد لون معايا ببدأ ان انا اطلعه بالشكل ده كده، وبقى جاهز معايا احلى كريبات، والله احلى من اللي بنشتريها من بره بمراحل. عملت كمان معاها ليمون نعناع. جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا. يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير. باي باي.